عرف بالصبر وتحمل المشقات وسمي بسفينة الصحراء، ويعتبر من أقدم الحيوانات التي آلفت البشر وقدمت له الخدمات، وما زال بعض المناطق تحافظ على تربيتها، وبات اليوم يمثل التراث الشعبي لشعوب المنطقة. وفي منطقة جزعة بمقاطعة قامشلو ما تزال تربية الجمال تشكل مورداً اقتصادياً للعديد من الأسر التي تستفيد من لحومها وحليبها واستخدامها للركوب. وللتعرف على أهمية تربية الجمال وكيفية الاستفادة منها تحدثت لنا بالقول: اسمي يازي خلف الضامن. نربي جمل، الجمل يلد وأمه تشبعه وتعطيه حليب ويكبر ويصير جمل. شو عم تستفيدوا من الجمل؟ نستفيد منه واحد يجينا يطلب حليب يعني للمرضان زين، واحد يجي يشري ضحية، واحد يعرس ويشري جمل يذبحه. هذا اللي عندنا، هذا استفادتنا من البل. والجمل شو بيختلف من المواشي الثانية مثل البقر والغنم وهدول؟ لا، الجمل يختلف. أول شيء جمل هذا وين ما صار يعيش، وثاني احنا معاهدين عليه من دور أبونا وجدنا، هذا احنا رباو عندنا. الحليب تبعها بعيد عنك، ليه صار هالبوزلطان ياخذون له يطيبه، واللحم عندها يعني فاغي على كل الموجودين، يعني الحمو زين حلو وطيب، ما في منه الجمل. البيت هذا والبيت هذا والبيت ذا كلها يقولوا لها الطوافع، مثل ما تقولين عجلات بالمشي، رغيات زينات راشدات. هذا حط لها تبن، بذر التبن شعير وبذر الشعير نخاله. أنا انطانا الدولة ما انطتنا والله، ضلع التبن ميتة لما يجيها الحصاد. ولادتها 11 شهر تظل شايلها الطفل لا ما يجي ميحانه، وتلد نبجموه نرضع ولدها، كل شيء نسويه يكبر ويروح يمد مع الباعث. أهلا وسهلا. تخرج قطعان الجمل إلى المراعي وتعود وهي محافظة على نهجها الاجتماعي لتشكل نسيجا من الوحدة فيما بينها.